السلام عليكم. عايزة تكوني بقى أستاذة كده في عمايل المعجنات. تعالي مع بعض النهاردة نعمل شوية قرص طرية بجد يستاهلوا ان انتي تجربيهم. حاجة كده فاخر من الآخر. تحفة تحفة تحفة. هنعملها بقى مع بعض بطريقة بسيطة جدا سهلة جدا. لو انتي بقى مالكيش كده في المعجنات او بتفشل منك بتطلع ناشفة معاكي، بتطلع مش مظبوطة مكتومة، النهاردة بأمر الله هحللك كل المشاكل اللي بتقابلك وانتي بتعملي القرص. هتطلع بالجمال والحلاوة اللي انتي شايفاها ديت. ما شاء الله هشة جدا طرية جدا. هقولك ازاي بقى تطلعيها وتحتفظي بيها كده من اول واحده لاخر واحده كانك لسه عاملاها طازه. بجد الفيديو النهارده كنز معلومات، اتمنى بجد ان انتوا تكملوا معايا كده الفيديو للاخر، علشان في تفاصيل صغيره كده في الفيديو لازم تشوفوها او لازم تسمعوها عشان تطلع معاكم القرص ناجحه من اول تجربه بامر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا. اول حاجه بقى هنبدا بيها، انا عندي هنا كوبايه من الحليب. الحليب هنا يكون دافي تمام. هننزل بقى بيه في بوله كده او في طبق تمام، وعليه معلقه من الخل. وهنا انا بستخدم الخل علشان انا عايزه اللبن يكون رايب، او هخلي اللبن قاطع تمام. مش متوفر عندك تقدري تستخدمي لبن حليب. لو عندك لبن قاطع تقدري تستخدميه في الوصفه. اي نوع لبن باذن الله هينجح معاكي، بس هو طبعا بيفضل في الوصفه بتاعت النهارده اللبن الرايب، علشان بيدي هشاشه كده وطراوه للقرص الطريه، بيخليها وياخدها في حته تانية ويخلي طعمها حلو جدا. عندي بقى هنا في بوله او في طبق عميق، وهننزل كده بنص كوبايه من الميه، وتكون دافيه ما تكونش سخنه قوي علشان ما تموتش الخميره، وما تكونش بارده علشان ما تاخرش عمليه التخمير. هننزل عليهم بمعلقه كبيره من الخميره الفوريه، عليهم نص كوبايه من السكر. هنخلط بقى المكونات كويس جدا، ونسيبهم بقى شويه كده الخميره تنشط وتتفاعل عشان نتاكد من جودتها. وننزل بقى باللبن الرايب. انا اللبن هنا سبت حوالي 5 دقايق كده عشان يقطع معايا بعد ما حطيت عليه الخل تمام. هننزل عليهم بقى بنص كوبايه من السمنه، يا دوب كده فككتها على النار ونزلت بيها. تقدري تستخدمي ميكس كده من السمنه ومن الزيت. بلاش زبده لان السمنه بتخلي المعجنات معاكي ناعمه جدا، وخصوصا القرص الطريه. هننزل عليهم بقى معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وما نكترش البيكنج باودر، انا عايزه نص معلقه بس. هنخلط بقى المكونات الجافه كده كلها مع بعض، وهنبدا ننزل بيهم على خليط السوائل، ونبدا بقى نعجن العجينه بتاعتنا. ما شاء الله مفيش اسهل ولا ابسط من كده. في الاول كده استخدمت الاسباتولا، قلبت بيها المكونات كلها كده مع بعض، وبعدين شلتها وهبدا بقى اعجن في ايدي. ما شاء الله شايفين العجينه سهله جدا. هنا انا استخدمت سوائل تاني، ما استخدمتش اي سوائل تاني، يعني كل اللي استخدمته في الوصفه كوبايه من اللبن وعليهم نص كوبايه من الميه الدافيه، يعني كل مقدار السوائل كوبايه ونص من السوائل. على فكره ممكن تحتاجي معلقتين ميه كمان، او ممكن ما تحتاجيش على حسب طبعا نوع الدقيق اللي بتستخدميه. وابداي بقى عجيني العجينه كويس جدا. ما شاء الله العجينه حلوه قوي، بتكون طريه كده ومرنه بالشكل اللي انت شايفاه ده، عشان تضمني ان القرص تطلع طريه معاكي. ما تخليش العجينه ناشفه في ايديكي او يابسه في ايديكي. انا عايزه العجينه طريه شويه كده عشان تطلع، تضمني ان القرص هتبقى هشه جدا. تغطيها بقى وتسيبيها في مكان دافي كده تخمر، بما ان الجو دلوقتي دافي شويه، فخدت حوالي نص ساعه كده معايا. وهنبدا بقى نشكل العجينه. ما شاء الله العجينه كلها هوا. حاولي كده وانتي بتنزلي بيها على الرخامه بتاعتك او على المفرش اللي بتشتغلي عليه، حاولي ما تخرجيش بقى الخمر منها او ما تطلعيش الهوا منها، علشان تكون سهله كده معاكي وانتي بتقطعيها وانتي بتفرديها. ونشكلها بقى كده كور. حاولي على قد ما تقدري تخلي قطع العجين كلها متساويه او حجمها كله متساوي، عشان التسويه بتاعتك تكون مظبوطه. واحنا بنشكل بقى كده عايزه اقول لكم على حاجه. لو انت حسيتي بقى وانت بتشتغلي كده او بتعملي حاجه الشغل تقيل عليكي او مش قادره، صدقيني انا هقول لك على دلوقتي على كنز تعمليه. قبل ما تبداي في اي حاجه سمي الله وتوكلي على الله. صدقيني مش هياخد وقت منك ابدا، ومش هتحسي بمجهود وانت بتعملي اي شغل، واحتسبيه كده، احتسبي اجره كده على الله تمام. انا هنا شكلت قطع العجين كلها وغطيته بكيس وسبته حوالي 10 دقايق كده يرتاح. وهنبدأ بقى ننزل بيه في الصواني. وراعي بقى ان انت تسيبي مسافة بين كل واحدة والتانية، لان لسه حجمها طبعا بيخمر وحجمها بيتضاعف، فتسيبي مسافة كده علشان اما يخمر وحجمه يزيد ما يلزقش ببعضه او يمسكش ببعضه تمام. ما شاء الله عملوا معايا 14 قرصة من نص كيلو دي، عملنا 14 قرصة. عايزة طبعا تزودي هتضاعفي الكمية وهتضاعفي المقادير. وابدأي بقى افرديها كده بايديكي. اظن مفيش اسهل ولا ابسط من كده. الصواني مش هنتهنى اي حاجة، لان طبعا المادة الدهنية اللي حطيناها في العجينة كافية جدا.
وانت بتشتغلي بقى كده وبتعملي اي حاجه، حاولي طبعا حاولي دايما تبقى تستغفري، تسبحي. صدقيني هتلاقي الشغل عدى معاكي بسرعه جدا ومش هتحسي بيه. وطبعا بتاخدي ثواب او بتاخدي حسنات كده، بعداد الحسنات بتاعك شغال وانت كمان بتشتغلي، والوقت بيعدي ومش بتحسي باي مجهود وانت بتعملي الحاجه. هنغطي بقى القرص كده بعد ما فردناها، او بعد ما فردناها كده في الصواني، هنسيبها تخمر للمره التانية. وفي المرحله ديت لازم تخمر، تاخد حوالي كده 10 دقايق كمان او ربع ساعه كمان، بما ان دلوقتي الجو حر. اهم حاجه هنغطيها عشان وشها ما ينشفش وما تعملش قشره كده خارجيه بتكون مش ظريفه طبعا على وش المعجنات بتاعتك او عموما يعني. بعد ما سبتها حوالي 10 دقايق ربع ساعه، شلت طبعا كده الكيسه من عليها او البلاستيك من عليها. شايفين ما شاء الله حجمها تضاعف وبدات تخمر وبقت زي الفل. نتكلم بقى على التسويه، والتسويه عليها عامل مهم جدا وعامل كبير جدا. يعني انت سويتي عجنتي القرص، فردتيها، خمرتيها وتمام وكل حاجه تمام، التسويه بقى عليها عامل مهم جدا. الفرن بتاعك بقى لازم يكون سخن قوي قبل ما تدخلي القرص، ما ينفعش تدخليه على درجه حراره كده هاديه او درجه حراره متوسطه، هتنشف منك وهيمتص كل الرطوبه او كل السوائل اللي في القرص وهتطلعيها ناشفه جدا معاكي. هتشغلي الفرن بقى لو بيشتغل الشوايه والفرن مع بعض تمام، مش ما بيشتغلوش مع بعض هتشغلي الفرن من تحت بس. اول ما بياخد لون كده القمر اللي انت شايفاه ده هتشغلي الشوايه. مش بتاخد وقت على فكره، حوالي 10 دقايق ربع ساعه بالكتير على حسب طبعا درجه الحراره الفرن بتاعك بتظبطيها. تمام. ما شاء الله حاجه كده في منتهى الجمال. لو طلعتيها من الفرن بقى وحسيتيها ناشفه معاكي كده، فوطه وهتغطيها 5 دقايق وهتبقى طريه معاكي وزي الفل. واقول لكم بقى دلوقتي ازاي نحتفظ بيها. هتسيبيها تبرد تماما وهتعبيها بقى في علب او في اكياس في الفريزر، وهتطلعيها طبعا قبل الاستخدام شويه وبتفك وتدخليها الميكرويف، او بتدخليها او بتسيبيها تفك كده عادي، بتبقى زي الفل كانك لسه عاملاها طازه. ما شاء الله هشه جدا طريه جدا، ومفيش اسهل ولا ابسط من كده. لو وصلتوا معايا بقى لحد دلوقتي في الفيديو اتمنى بجد تضغطوا لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، واكتبوا لي بقى رايكم في الكومنتات وجربوها بجد تستاهل التجربه. مفيش اجمل ولا اروع من كده، بس هنمشي على التكات الصغيره اللي اتكلمنا عليها في الفيديو عشان تطلع ناجحه معاكي من اول تجربه بامر الله. واكتبوا لي بقى لو حابين نعمل كده وصفات مع بعض بامر الله نعملها. جربوها واكتبوا لي رايكم، واستنوني في فيديوهات تانية كتيره. واتمنى بجد ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.